يا جمال الكيكة وطعامة الكيكة وحلاوة الكيكة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك بألف هنا. آه، أول حاجة كده تصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. مش عارفة ما عدتش بنزل كتير ليه. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وتعالوا نشوف معانا ايه. معانا 2.5 كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية حليب، بقري جاموس اللي عندك، حتى لو بتاع اللي هو المعلب عادي. 3/4 كوباية زيت. عندنا فانيليا، عندنا فانيليا بتاعنا النهاردة جميلة قوي قوي قوي، أول مرة أجربها، مش عارفة بس هي غالية قوي. ليه فانيليا بالبرتقال، شفت عنها إعلانات كتير فقلت أجربها، صراحة أول مرة أجربها. معانا 4 بيضات، تقريبا استعملت 3 بس، وكيك شيف والبيكنج باودر. مش هاخدهم الاتنين، يعني مش هاخد الباكوين، انا هاخد نص معلقة من دي ومعلقة من دي، يعني الاتنين معلقة حلوة، يعني معلقة كبيرة. حطيت اول حاجة البيض، كوباية كوباية اللبن الاول، او البيض عادي، ونعمل بيض قوي ونضربه عادي خالص بالفانيليا. انا حطيت اللبن وحطيت البيض، وشوية احط السكر وشوية احط الزيت. الفانيليا دي ما حطيتش لا خل معاها ولا حاجه معاها خالص، يعني الفانيليا دي ما شاء الله عجبتني قوي. بس انا كنت مفكرة مثلا تبقى ب4 جنيه ولا حاجه. كنت الحمد لله انا قلت هات 2 بس، قال لي ب7 جنيه. انا قلت اما اجربها، بس هي فعلا تستاهل التجربه، جميله والله العظيم. طعم الكيكه تحفه تحفه بجد، يعني غنتني بقى عن اللي هو اسمه ايه، اللي هو الفروتي ده اللي بالبرتقال. او ممكن ايه تجيب برتقال وانت تبشريه وتعملي، بس دي جميله. نزلت بالسكر، ونزلت ايه 3/4 كوبايه الزيت. طبعا البيكنج باودر وكيك شيف هنحطه مع الدقيق مع ذرة الملح. قبل ما في الوقت ده كنا ولعنا الفرن، وحطينا في الفوق بدرته كده، قعدت زيت وبدرته ايه بدقيق. نزلنا بكوباية الدقيق، هما 2.5 كوباية، اقل من نص، حاجات بسيطة. ممكن تحطوهم نشا، معلقتين نشا، تحطش معلقتين دي حطوا معلقتين نشا. كنت اعمل كده بس ملقتش عندي نشا. شفت القلل ديت جميلة اوي، بس ما نستعملهمش صراحة. انا كنت طلعتهم عشان ايه، يعني كنت هاخد حاجة الشغل معايا، الصغيرة النونة ديت لبنت ايه صاحبتي، اديها لها، وكل ما انا صغير تاخده برضو معايا الشغل، ولا دي هودي حتة تانية كبيرة. حطيت اول كوباية وقلبت كويس، ونزلت ايه بتاني كوباية بذرة الملح، وانزل ايه بالكيك شيف ايه بتاعنا والبيكنج باودر. انا مش هاخد كتير، انا هاخد يادوب ايه الاتنين هيبقوا معلقة، يعتبروا معلقة كبيرة. طبعا احنا كلنا بنستعمل تاج الملوك، ده جميل اوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحاجه غليت جدا، يعني كنا الاول مثلا اما بقول له الفانيليا قال لي ب7 جنيه. 7 جنيه والله العظيم كنت بعمل صينيه كيكه حلو بنفس الصينيه دي. مثلا كانت البيضه مثلا بريال، ما كان ريال. الدقيق برضو كان رخيص جدا، كان الكيلو 2 جنيه، كنت بتاخدي مثلا ايه كوبايتين منه كده يعني. قلنا البيضة قولي بريال. كانت الكرتونة أصلا أيامها ما كان مثلا تكلف 7 جنيه، كانت الكرتونة مثلا البيض ب8 جنيه ولا ب10 جنيه. الفانيليا والبيكنج باودر، يعني اللي أجيب نص جنيه ده، وده بالنص جنيه ب50 قرش. اللبن برضو كان خير كتير. كان الكيلو بكام؟ ب5 جنيه ولا ب6 جنيه. دلوقتي الكيلو ب35 جنيه. الدقيق بقى ب20 جنيه و21 جنيه و23 جنيه، وفي ب18 جنيه. البيضة بقت ب6 جنيه. اللبن ب35 جنيه. الزيت الإزازة بقت بكام؟ كان الزيت الأول رخيص برضو. هنحسب الحاجة مش هنعرف نعمل أي حاجة. فاحنا بنعمل ايه،
قدامنا وكل وقت وله اذان زي ما بيقولوا. وبعد ما طلعت اهي جميلة بجد والله العظيم. انا فعلا مبهورة يعني، ما كنتش، انا جيت من فترة كده الكيكة دي مش عايزاها خالص، بس دقت ديت قسما بالله رهيبة، طعم وريحة وجمال، جميلة يعني. انا كنت صراحة عاملاها ايه، امي دي كانت طلبتها مني، فقلت عملت لها حتتين وايه، وخدنا حتتين وهعملها تاني باذن الله. صلوا على النبي واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يا اهل العالم في الدنيا. والله وحشتوني قوي قوي قوي، دعوة حلوة من القلب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. كل اللي وصل معايا لحد هنا يكتب إيه الدعاء ده، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. شوفوا شوفوا قد إيه معانا وجميلة وهشة. ممكن تزودي برضو إيه، نص معلقة فروتي لو عندك. أنا إن شاء الله ما أعملها هزود نص، أنا بحبها صفرا من قلبها، هزود نص معلقة فروتي. الصفر بتاعها هيبقى أكتر وأكتر وأقوى. جميلة، بألف هنا وشفا، وتسلم ايديكم مقدما، وفعلا هي تستحق التجربة. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. مع السلامة.